الشما ويا جولي عرا الشما ويا جولي عرا هنوتي جيساني ابتسان عرا بقسنين جاي خالقني وامارا بقسنين جاي خالقني وامارا بقى بفهمتن تنتين جوليني dargaggoon keenya fi dhiira dubartiini isiniif gammanne guddaanis gammanne xiqqaanis gammanne eebbata isaan dhufne darajaa gurguddaa isiniif hawwine darajaa gurguddaa isiniif hawwine. الحمد لله الذي زين العلم والعالم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين نبينا وقائدنا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. كبر دكتور شيخ حاج إبراهيم توفا የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ጉባኤ ፕሬዝዳንት፣ ፕሮፌሰር ወሊድ አልሙነይሲ በሚኒሶታ ኢስላሚክ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት፣ ዶክተር ጀይላን ከድር የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ጉባኤ የዑለማ ምክር ቤት ምክትል ሰብሳቢ እንዲሁም የፈትዋ ኮሚቴ ሰብሳቢ ኡስታዝ ፈይሰል ቢን ሰዒድ አልጃብሪ የዓለም ወጣቶች ሊግ ተወካይ፣ ሼክ ሱልጣን አማን ኤባ የአዲስ አበባ ከተማ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት፣ ሼክ ጋሊ ሙክታር የኦሮሚያ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት፣ አቶ ገለቱ ከኦሮሚያ ትምህርት ቢሮ ምክትል ኃላፊ፣ ዶክተር ከማል ገለቱ የኦሮሚያ ዑለማ ምክር ቤት ሰብሳቢና የክልሉ ሙፍቲ፣ ዶክተር ሼክ ማህሙድ ሁሴን አብደላህ በሚኒሶታ ኢስላሚክ ዩኒቨርሲቲ የኢትዮጵያ ቅርንጫፍ ተወካይ፣ ሚኒስትሮች፣ አምባሳደሮች፣ የዲኑ ሊቃውንት የሆናችሁ ዑለማዎች፣ የዕለቱ ሙሽራ የሆናችሁ ተመራቂያንና እጩ ተመራቂያን በዛሬው ዕለት በዚህ በአዲስ አበባ ሸራተን ሆቴል በመካሄድ ላይ ያለው የሚኒሶታ ኢስላሚክ ዩኒቨርሲቲ ተመራቂዎች የምረቃን ስነ ስርዓት በይፋ ተጀምሯል። ይህንን የታላቅ ዩኒቨርሲቲ ታላላቅ ምሩቃን ታላቅ ሰው በሚመርቅበት ታላቅ መድረክ ላይ ከሁሉ በላይ ታላቅ በሆነው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ቃል የምንጀምር ሲሆን ከዕለቱ ተመራቂ መካከል አንዱ ወንድም ኑር ዘማን ወደዚህ በመምጣት ፕሮግራሙን በቁርአን የሚከፍቱልን ይሆናል። أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا
وكذلك فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى جعلني الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسا كان كنمي أفان أرموتي وانت إيفي قويا حتى جامعة مينيسوتا دمي إثيوبيا كغرتي طلاب في نما دبلا ما في صدوما قويا حتى إيبسيفتو واميتش كينا واميتش كوري كاناتي في واميتش لجنا كنا لقيتني قويا حتى أصرفون بغا نغان رفتن أنا هادفو سنين جدا اتعان سوران علمين أكما جدمو من المهدي إلى اللحد علمين غرا هذا تي إيغباه نرى إيغالي حاجة غافة قبري قبوانيش إسانيتي وان اتفوفمو وان الرادابة وان انتينيف هندي كيسانوغو يا حتى منسا كان الرادابتشون غرا جامعة مينيسوتا تيتي رفتني بروم سكيسان صدركا قرر رجرتني را أكا ودرتي ففتن مقا كوتي في مقا قرتي جامعة كاناتين إسواما بقى نغان رفتن غلطو ما يسنين جدا. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على النبي المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد. All of the graduation community and as proud graduation student of the Islamic University of Minnesota, Ethiopia branch. I warmly welcome all respected Islamic protocol, distinguished guests and respected Islamic scholars, including
government official, members of a parliament, honored teachers, ambassadors, and families. Your represence makes this celebration even more meaningful, and we sincerely thanks you for joining us on these special days. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. የተከበራችሁ አባቶች እናቶች ክብር እንግዶች ከሩቅ ሀገር ከአሜሪካ ተሳፍራችሁ ሚኒሶታን አልፋችሁ ካሊፎርኒያን አልፋችሁ ወደዚህ የደረሳችሁ ከተለያዩ ክፍለ ሀገር ወጣችሁ እዚህ ወጣችሁ የተከበራችሁ የተመራቂዎቻችን በሙሉ እንድናገር የተፈቀደልኝ በአማርኛ ቋንቋ ነው። እኛ ብዙ የምንናገረው ንግግር የለንም። እናንተን እንኳን ደህና መጣችሁ እንኳን እኛን አከበራችሁ እንኳን ይሄን ዩኒቨርሲቲ የኛ ነው ብላችሁ ቦታ ሰጣችሁ መጣችሁ ክብር ይገባችኋል። በጣም ደስ ብሎናል። ለራሳችሁ አንድ ጊዜ ሞቅ ያለ ተክቢራ ከእናንተ ይፈልጋል። አላሁ አክበር። السلام عليكم ورحمة الله. أصحاب السماحة والمعالي والسعادة والفضيلة والطلاب والسفراء الكرام والطلاب الخريجين والخريجات وأسرتهم والمشاركين جميعا، نرحبكم باسم لجنة التخرج بالجامعة الإسلامية بمينيسوتا فرع إثيوبيا. نعبر لكم عن سرورنا واعتزازنا بحضوركم الكريم في هذا اليوم المبارك، يوم الفرح والسرور. نقول لكم مرة أخرى أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المكان المبارك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحضور الكرام، أيها الحفل الكريم، ضيوفنا الكرام، قطعتم مسافة طويلة ووصلتم إلى هذه البلدة الطيبة أرض الهجرتين، بلد النجاشي وبلال وأم أيمن. أود أن أقول لكم أصالة عن نفسي ونيابة عن جامعة الإسلامية بمينيسوتا فرع إثيوبيا، حللتم أهلا ووطيتم سهلا، طيب الله ممشاكم وتقبل الله خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أصحاب الفضيلة، صاحب المعالي رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا ورئيس هيئة العلماء الشيخ الدكتور حجي إبراهيم توفى، صاحب المعالي رئيس الجامعة الإسلامية بولاية مينيسوتا البروفيسور الدكتور وليد المنيسي، صاحب السعادة الأستاذ فيصل بن سعد الجبر، مدير إدارات المكاتب والعلاقات الدولية بالندوة العالمية للشباب الإسلامي، وممثل معالي الأمين العام للندوة، أصحاب الفضيلة والسعادة، وفد المملكة العربية السعودية من العلماء والأكاديميين والباحثين، سعادة وزير التربية والتعليم دولة كينيا، سعادة ممثل اتحاد الجامعات الإسلامية في أفريقيا، سعادة مدير إدارة تقنية المعلومات بجامعة أفريقيا العالمية، سعادة رئيس رابطة خريج الجامعات الإسلامية في مدغشقر، سعادة مكتب الدعوة في دولة بوروندي، صاحب الفضيلة
قائد القيادات الدينية ورئيس اللجنة الشرعية ومدير المراكز الإسلامية في أوروبا، وعميد كلية الاقتصاد وعضو المجلس العلمي بالجامعة فرع إثيوبيا الدكتور فايد بن محمد بن سعيد، فضيلة نائب رئيس هيئة العلماء ورئيس لجنة الإفتاء وعضو المجلس العلمي بالجامعة، صاحب الفضيلة رئيس المجلس العلمي بالجامعة ومفتي أوروميا الدكتور كمال حاجي غلتو، أصحاب الفضيلة والمشايخ ورؤساء المجالس الإسلامية والهيئات الدينية والمؤسسات التعليمية ومدراء الجامعات والمعاهد والمراكز والشخصيات الإسلامية والرسمية وأعضاء البرلمان الدبلوماسي وأعضاء البرلمان الإثيوبي، أصحاب السعادة منصوبي الجامعة الإسلامية بمينيسوتا، صاحب السعادة رئيس جامعة الدول العربية وسفير دولة قطر، وأصحاب السادة والسيدات، أيها الحفل الكريم، كل بمقامه وأسمائه ومناصبه ومناقبه، وأحييكم بتحية الإسلام الخالدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ففي هذا الحدث العظيم في هذا اليوم المبارك وفي هذه اللحظة التاريخية التي نحتفل فيها بتخريج الدفعة الثانية لهذا العام من الجامعة الإسلامية بمينيسوتا فرع إثيوبيا، والتي تضم على أكثر من 220 طالب وطالبة من الداخل والخارج، درسوا تخصصات إسلامية وأكاديمية وبمراحل علمية مختلفة، مرحلة دبلوم 22 طالب وطالبة، ومرحلة البكالوريوس 135 طالب وطالبة، ومرحلة الماجستير 63 طالب وطالبة، مرحلة الدكتوراه طالبين، أحدهما من إثيوبيا والثاني من دولة باكستان. ورسالة عن نفسي ونيابة عن منسوب الجامعة الإسلامية وباسمكم جميعا أيها الحضور، أحييكم، أهنئ هؤلاء الخريجين الذين حققوا هذا الإنجاز العظيم الذي يستحق الشكر والتقدير بعد عمل دؤوب ودراسة متواصلة وتجاوز تحديات وعقبات مادية ومعنوية بكل جدارة وهمة عالية من بين الطلاب الدارسين في الجامعة البالغ عددهم أكثر من 600 طالب وطالبة، برسوم رمزية لا تغطي الميزانية التشغيلية للجامعة، وذلك لهدف إعداد كوادر مؤهلة تساهم في خدمة المجتمع والوطن. وإننا نزداد شرفاً وفخراً واعتزازاً أن نرى هذه الكوكبة العلمية التي طالما كانت حلماً في تلك العهود المظلمة التي مرت على المسلمين، إبان الحكومات البائدة المتعاقبة على السلطة قرونا من الزمن بسياسة وحدة الدين واللغة والوطن، وحرمت المسلمين خلالها عن أبسط حقوقهم الإنسانية، فضلاً عن حقوقهم الدينية والثقافية والوطنية. وقد أصبح ذلك الحلم اليوم صرحاً علمياً شامخاً نلمسه بأيدينا ونراه بأم أعيننا في أرض وطننا. فجزيل الشكر والتقدير وجميل العرفان لهؤلاء المؤسسين لهذا المعلم التاريخي والصرح العلمي، ولولا تضافر جهودهم
بعد توفيق الله لهم لم يكن ليبلغ هذا المعلم الحضاري والتاريخي شأوه العظيم وصيته الكبير. أيها الحفل الكريم، مما نود أن نشير في هذا الحدث التاريخي بأن الجامعة الإسلامية بمينيسوتا فرع إثيوبيا لن تدخر وسعاً من أجل أن تكون في طليعة المؤسسات العلمية العالمية الرائدة بمنشآتها المعمارية وجودتها التعليمية وإعداد كوادرها الإدارية وفاءً بواجبها وتحقيقاً لطموحات القاصدين لها. وقد وهبنا الله قدراً كبيراً من الكفاءات العلمية لإنشاء هيئات دينية ومؤسسات تعليمية في ظل حكومة الازدهار بقيادة قائد مسيرة التغيير السياسي والتطوير الاقتصادي والتقني العلمي معالي رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد، الذي تحققت في عهده كثير من الإنجازات العلمية والثقافية والاقتصادية والحرية الدينية. ونسعى دوماً لمسابقة الزمن لاستثمار هذه الإنجازات والإمكانات المتاحة والفرص المواتية والاستفادة منها من أجل أن نلحق بركب التقدم والتطور الهائل الذي يعيشه العالم المتحضر، وصولاً إلى منصة الرقي والتقدم متمثلين بقيم الدين وسماحته ونشر ثقافة التعايش السلمي بين المجتمعات. وفي الختام أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لأعضاء المجلس العلمي والإداري الذين عملوا بروح الفريق الواحد تحقيقاً لأهداف الجامعة ورسالتها. ثم الشكر موصول لمعالي رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ورئيس هيئة العلماء الشيخ الدكتور حج إبراهيم توفى، الذي أولى الجامعة عنايته الفائقة ورعايته الكبيرة التي تعتبر من أهم إنجازات المجلس ومكاسبه في هذه الفترة. كما أشكر الجامعة الإسلامية بولاية مينيسوتا بأمريكا ممثلة برئيسها العام البروفيسور الدكتور وليد بن إدريس المنيسي صاحب الفضل والبصمة البيضاء في تأسيس هذا الفرع في بلاد الهجرتين، تقديراً لمكانتها الدينية والتاريخية ومحورها الدولية في القرن الإفريقي على مستوى العالم. والشكر أيضاً موصول للجامعة الإسلامية فرع موريتانيا ممثلة برئيسها العام الدكتور محمد بنانا، ولكن قدر الله أنه لم يشاركنا بأسباب فنية في مطار الدولي بالمدينة، الذي لم يدخر وسعاً في الارتقاء بالجامعة واحتضانها ومتابعة سير التعليم فيها. والشكر أيضاً موصول لسعادة البروفيسور الدكتور فايد بن محمد بن سعيد، الذي وقف مع الجامعة مادياً ومعنوياً وتحمل كفالة 10 طلاب مرحلة الماجستير خريج هذه الدفعة. قد كان له جهود موفقة في نجاح الجامعة وإنجازاتها الباهرة. كما أشكر الندوة العالمية للشباب الإسلامي ممثلة بأمينها العام وممثلها بهذه الندوة وبهذا الحفل لوقوفها مع الجامعة مادياً ومعنوياً وكفالة بعض طلابها المتميزين من العلماء لدراسة تخصصات علمية مختلفة. فجزا الله الجميع عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وأخيراً وليس آخراً أقول لهؤلاء الخريجين: انطلقوا إلى درب النجاح معززين بالعلم والإيمان، فبهما تتحقق الآمال وتتجسد الرؤى ومدوا جسور التواصل بينكم، فأنتم أمل الحاضر وبناة المستقبل. وتحلوا بسماحة الإسلام وقيمه، وتزودوا بالقدرة الكافية والكفاءة العالية
في إيصال المعلومات الصحيحة للناس، لأن القيم والفضائل التي تم توارثها عبر الأجيال هي العلم والصدق والشفافية والعدل والأخلاق والتضحية، وجميعها تتطلب الإحضان والامتثال بها، لأنها وحدها قادرة على إرشادكم للتركيز على العمل الهادف والسعي الجاد والتغلب على التحديات وتجاوزها وبناء المستقبل الواعد الزاهر. ثم أتقدم بخالص الشكر والتقدير بكل من تعاون معنا بفكره وقلمه وماله من أهل الخير والمحسنين، مؤسسات وأفراد، في نجاح هذا البرنامج النوعي، وعلى رأسهم اللجنة المتميزة الذي قامت بإنجاز هذا الحفل التاريخي الذي لم يسبق له مثيل في تاريخ إثيوبيا. ولكم منا جميعا أيها الحضور والوفود من الدول الشقيقة والصديقة جزيل الشكر والعرفان على مشاركتكم في هذا الحدث، ثم نستودعكم الله دينكم وأمانتكم على عمل اللقاء بكم في مناسبات أخرى أعظم فرحة وأكثر ابتهاجا في الأيام القادمة إن شاء الله، وما ذلك على الله بعزيز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. እንግዲህ ዛሬ ቀኑን ከሌላ ለየት የሚያደርግ ብዙ ታሪካዊ የሆኑ ጉዳዮች ያሉበት ነው። ከዋክብት የሆኑ ኡስታዞቻችን የሚመረቁበት፣ ኡስታዝ ሙስጠፋ ሁሴን በበጎ አድራጊ ስራቸው በማህበረሰብ አስተባባሪነታቸው ከሚታወቅ ታላቅ ኡስታዝ ከሚመረቅበት አንዱ ነው። ታዋቂው ዳኢ ኡስታዝ ቀመር ሁሴን ከሚመረቁት ታላላቅ ሰዎች አንዱ ነው። ኡስታዝ ቀመርን ሁሉም ያውቀዋል። ከዋክብቶቹ የፓርላማ አባላቶች ኡስታዝ ካሚል ሸምሱና ኡስታዝ ካሚል አልይ ከተመራቂ መካከል ናቸው። ታዋቂው ተንታኝ ሙሐመድ አልአሩሲ እና መሰል ብዙ የእስራኤ ባልደረባ የሆኑት የዛሬ የፒኤችዲ ተመራቂ ዶክተር አብዱልዋሲዕ ዩሱፍም ከዚህ መካከል ይገኛሉ። ተክቢር! በደስታቸው የተደሰተ ሁሉ ተክቢራ ያሰማን። አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር። እንዲህ እያልን እንግዲህ ፕሮግራማችንን እየቀጠልን ነው ያለው። ወደሚቀጥለው ፕሮግራም ነው የምናልፈው። Now we would like to invite President of Minnesota Islamic University, His Excellency Professor Walid Al-Munaisi, for official speech for graduates and the guests. በመቀጠል የተከበሩት የሚኒሶታ ኢስላሚክ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ፕሮፌሰር ወሊድ አልሙነይሲ ወደዚህ በመምጣት ለእንግዶችና ለተመራቂዎች ንግግር ያደርጉልናል። فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أتقدم بالشكر الجزيل لأصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة من السفراء والنواب والعلماء كلا باسمه ولقبه الكريم. نتقدم إليهم بالشكر الجزيل على تجشمهم عناء الحضور لمشاركة أبنائهم وإخوانهم هذه الفرحة الكبيرة بالتخرج في هذه الدفعة من طلاب الجامعة الإسلامية بمينيسوتا فرع إثيوبيا. هذا الفرع المبارك الذي يذكرنا دائما بتاريخ الحبشة أرض الهجرتين التي انتشر فيها الإسلام قبل وصول الإسلام إلى المدينة المنورة. جاء وقت لم يكن الإسلام موجودا في الأرض إلا في مكة المكرمة وفي بلاد الحبشة،
التي هاجر إليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فارين بدينهم، حيث وجدوا ملكا لا يظلم عنده أحد في هذه البلاد المباركة التي احتضنت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشد الأوقات في تاريخ الإسلام. لذلك فإن أي دعم يقدم من المسلمين في جميع العالم إلى إخوانهم في بلاد الحبشة فما هو إلا مساهمة برد شيء يسير من الجميل الذي أسدته هذه البلاد إلى الإسلام والمسلمين باستقبالهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما هو إلا عرفان بجميلهم وشكر لفضائلهم. هذا الفرع في هذه البلاد فرع متميز من فروع الجامعة، ودائما نراه بحمد الله تعالى في تقدم وازدهار كبير، ونسأل الله سبحانه وتعالى لهم دوام التوفيق والبركة، وأن يكتب لهم القبول، وأن يرزقنا وإياهم الإخلاص في العلم والعمل. نهنئ الخريجين ونهنئ الخريجات، ونوصيهم بألا يكون التخرج وإنهاء مرحلة من مراحل الدراسة ألا يكون ذلك نهاية المطاف، وإنما يكون بداية لانطلاق في مرحلة أخرى من مراحل العلم والعمل والتعليم، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: ولكن كونوا ربانيين. ومما ورد من الآثار في تفسير قوله تعالى ولكن كونوا ربانيين أن الرباني هو الذي علم وعمل وعلم، علم وعمل وعلم. فهذا العلم الذي تعلمتموه خلال دراستكم في هذه الجامعة فعليكم أولا أن تعملوا بهذا العلم، وثانيا أن تعلموه غيركم، وألا يتوقف هذا التعليم عندكم، وأن تكونوا حلقة في السلسلة المباركة التي تساهم في تعليم الدين وتعليم العلم النافع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الجامعة وهذا الفرع وفي هؤلاء الخريجين والخريجات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشما ويا جوليارا، الشما ويا جوليارا، خنوتي جيساني ابتسانارا، بقسنين جاي خارقني وامارا، بقسنين جاي خارقني وامارا. بقى بفهمتن تنتين جوليني dargaggoon keenyaa fi dhiira dubartiini isiniif gammanne guddaanis gammanne xiqqaanis gammanne eebbata isaan dhufne darajaa gurguddaa isiniif hawwiine darajaa gurguddaa isiniif hawwiine. duruu eebbaa qabdan taman guddoo teenya tan abbootii teenya tan hawwatii teenya tanas dabalataan barnoonninis keenya tanas dabalataan barnoonninis keenya. tolchee babbaareechee aadaa fi maanaani barnoota baarattee bakka gaggaayuuni kunooni eebbiifnaa murnuma murnaani guyyuma guyyaani ganduma gandaani ispiidii ammaatiin ittuma fufnaani ammatti dhaqqabnaa ganda kaanii kaanii ammatti dhaqqabnaa murna kaanii kaanii walumatti dhaabnee ayyaanatti foofna eebba ijoollee teenyaa hundatti argamna isiniif gammanna hamiletti goona boruu ilmaan keenya arruma tolfanna
برو المان كينيا الروم جرنا برنوتا باراتشو جولو ماني قلتن ركو ميكان تامي إرتيران دمتن غارا ميكا باتن لغا ميكا بوتن روبا جاما خيسا برنوتا تينيمتن دنديتي ربيتي كونو أرانجيسن دنديتي ربيتي كونو أرانجيسن ربيت الله في سيد ديتين تانيسا ميكا كوفيا في هدون بوليسا بوابهي ميكا سيد برسيقيسا ربي سيلا في زيخونو وسينجيسا ربي سيلا في زيخونو وسينجيسا جلو مرة خاتي دفتر فوداتي روبا جاما خيسا برنوتتي ديمتي ركو في ركيسا ميكانت مبسيتي فريتي أركتي بكا جيهنجيسي قلني قربي خنوي بي فمتي قلني قربي خنوي بي فمتي خونو ورا قويا غنكيته اي بفمتي خونو نمنسي فولقاه خاني رياستاه علي ولاستاه تكافي قداري زي بستيتوي تكافي قداري زي بستيتوي الشما ويا جولي عرا الشما ويا جولي عرا خونو تيجي ساني اي بتيسان عرا بقسنين جاي خالقني وامارا بقسنين جاي خالقني وامارا الرجو جانجو يا بافتي فوتو تجاجلو دا فواسخي قوتو ركوي سافورتو وقربو كفتو لما يسابسو ودخلنو سنتو لما يسابسو ودخلنو سنتو نما وابي خوتو الدنيا هو باتا نمني وان بين مو تايتي قوباتا تايتي خوماتا خمتو جالتا سماتو فيلاتا خمتو جالتا سماتو فيلاتا نمني وابي خمو الدنيا انتاباتا سيستما أماتا حالم الجيفاتا إفتي قمادي جرين جيراتا إفتي قمادي جرين جيراتا نمني وان بين مو جروتي تاباتا جرين سوداتا سمودا ركاتا بكيو سلباتا جراجو جالارا يودو إفيلاتا جراجو جالارا يودو إفيلاتا الشما ويا جولي عرا الشما ويا جولي عرا خنوتي جيساني اي بتيسان عرا بقسنين جاي خالقني وامارا بقسنين جاي خالقني وامارا. من هو هذا العالم؟ إنه عالم جليل من علماء إثيوبيا الذين قدموا تضحيات جلية في خدمة المجتمع الإسلامي ونشر تعاليم الإسلام، وأسس قبل 50 عاماً ثالث مدرسة كبيرة إسلامية في إثيوبيا، وهذه المدرسة تعتبر بمثابة الجامعة الإسلامية من حيث قدمها وكثرة من تخرج منها. ولد العالم قبل 100 سنة، ونشأ في أسرة علمية ربته على العلم من صغره، وختم القرآن الكريم في 7 من عمره، ثم قرأ على مشايخ بلده كتب الفقه مثل المختصر الصغير. رحلة العلمية وسفره في طلب العلم، كما رحل لطلب العلم إلى مناطق مختلفة في إثيوبيا، ودرس علوم اللغة العربية كلها بكل فنونها. أيضاً رحلته المباركة إلى الحجاز وطلبه للعلم الشرعي، ما إن رسخت قدماه في درب العلم واستوى على سوق الفهم والبصيرة، حتى ارتحل الشيخ إلى خارج البلاد يحده الشوق إلى العلوم الشرعية الأصلية
والرغبة في التفقه في الدين على منهاج النبوة. فانطلق عام 1382 هجرة نحو المملكة العربية السعودية عبر طريق شاق طويل محفوف بالمشقة. سلك في طريق بورما بفتح الراء، ثم مر بمدينة زيلع المدينة التاريخية العريقة على ساحل البحر الأحمر، ومن هناك إلى جيبوتي، ثم انتقل سفينة شرنانية عن باب المندب إلى ساحل اليمن، وبعد عبوره البحر واصل المسير ماشيا على قدميه من اليمن إلى مناطق خميس المشيط في السعودية، ومن ثم إلى الطائف، ومنها ركب السيارة إلى مكة المكرمة والتحق بالعلماء، وهناك أدى فريضة الحج في ذاك العام، ثم توجه بعد الحج إلى المدينة المنورة لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. التحق بالجامعة الإسلامية بالمدينة عام 1392 قبل 55 عاماً. وفي أثناء دراسته في الجامعة نهل العلوم من علماء أجلاء أمثال العلامة عبد العزيز ابن عبد الله بن باز مفتي المملكة العربية بالسعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء رحمه الله. التحق بحلقة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب كتاب تفسير أضواء البيان، الشيخ المختار الشنقيطي، الشيخ عبد اللطيف الشيخ أبو بكر الجزائري، الواعظ المدرس بالحرم النبوي الشيخ عبد المحسن العباد. عودته المباركة وتأسيسه مدرسة السلفية. بعد تخرجه عرضت عليه فرصة عظيمة للدعوة والتعليم في أوغندا، لكنه اعتذر بأدب رفيع وقال مقولته المشهورة: إن بلادي في ظلام، أرجع إلى بلدي وأعلم أمتي. وقد عرض هذه الرغبة على شيخه ابن باز رحمه الله، فباركها وأثنى عليه ودعا له بالتوفيق. عاد الشيخ إلى إثيوبيا، وتحديداً إلى بلدته الأصلية في مديريته المباركة، فبدأ بتعليم القرآن الكريم، ثم شرع في نشر العلوم الشرعية من تفسير وحديث وفقه وتوحيد ما يزيد على عامين كاملين. لكن ما لبث أن اندلعت الحرب الشهيرة بين إثيوبيا والصومال، مما اضطره إلى الانتقال إلى مدينة المعروفة التي سنذكرها، حيث أسس هناك مدرسة اسمها السلفية. الله أكبر. وصلت الرسالة. من هو هذا العالم الذي يستحق التكريم على يد علمائنا الأجلاء؟ ማን ነው ይህ ታላቅ ሰው? ከ50 ዓመታት በፊት ከመዲና ኢስላሚክ ዩኒቨርሲቲ የተመረቁ ዛሬ በመሐከላችን የሚገኙ የ100 ዓመት የዕድሜ ባለጸጋ ሲደመር 105 በኢትዮጵያ ከ50 ዓመታት በፊት የመጀመሪያው የዳዋ ጮራ ፈንጣቂ የሆነ መድረሳን መስራች፣ በዲንና በዳዋ መስፋፋት ወጣቱን በዳዋው መንገድ ውስጥና በእውቀት ባህር ውስጥ ከማጉረስ እስከ ማጠጣት፣ ከማሳደግ እስከ ትክክለኛ ተርቢያ መስጠት ዛሬ በመካከላችን የሚገኙ የብዙ መሻይኾች አባት፣ የዲን መንገድ መሪ፣ ታላቁ ሰው
የሰለፊያው አባት ይህ ታላቅ ሰው ማን ነው? ማን ነው ይህ ታላቅ ሰው? ከ50 ዓመታት በፊት ከመዲና ኢስላሚክ ዩኒቨርሲቲ የተመረቁ ዛሬ በመካከላችን የሚገኙ የ100 ዓመት የዕድሜ ባለጸጋ ሲደመር 105 በኢትዮጵያ ከ50 ዓመታት በፊት የመጀመሪያው የዳዋ ጮራ ፈንጣቂ የሆነ መድረሳን መስራች በዲንና በዳዋ መስፋፋት ወጣቱን በዳዋው መንገድ ውስጥና በእውቀት ባህር ውስጥ ከማጉረስ እስከ ማጠጣት ከማሳደግ እስከ ትክክለኛ ተርቢያ መስጠት ዛሬ በመካከላችን የሚገኙ የብዙ መሻይኾች አባት የዲን መንገድ መሪ ታላቁ ሰው የሰለፊያው አባት ይህ ታላቅ ሰው ማን ነው? የግጥም ተስጦ ከአላህ የተሻረው በድምፀ መረዋነቱ ከከተማ እስከ ገጠር ያዳረሰ ቀንም ሌሊትም ሲተኙም ሲነሱም በዝክሩ በምክሩ በሑቡ በሁለመናው ሕዝብን ያስታወሰ ከወዲያኛው መንገድ ወዲህ የመጣ የዘመናችን ታላቁ ገጣሚ በአማርኛ በኦሮምኛ የታላቁን ሰሃባዎች ታሪክ የረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲራን እያወዛ እያሳመረ መንገድ ሳይለቅ ያሳወቀን በበጎ አድራጎት ስራዎቹ የሚታወቅ ሁሉ መንደሩ ሁሉ ሀገሩ ለመብቱ ለህዝቡ ለዲኑ ባለው ሁሉ የታገለ ማን ነው ይህ ሰው? ይህንን ታላቅ ሰው ሁለት ሰዎች አጅበውት ወደዚህ ይመጣሉ። ሼክ አብደላ አልበክሪና ዶክተር አብደላ ኸድር ይህንን ታላቅ እንግዳ ይዘው ወደዚህ ይመጣሉ። فليأتي معه الشيخ عبدالله البكري والدكتور عبدالله خضر مع فضيلة الشيخ اليوم. زاري بإثيوبيا الدعوة تاريخ ታላቁ ሰው በዓለም ከታላቁ ዩኒቨርሲቲ ሼክ አብዱራህማን አደም የክብር ዶክተሬታቸውን ከሚኒሶታ ዓለም አቀፍ እስላማዊ ዩኒቨርሲቲ በይፋ ይቀበላሉ። የ105 ዕድሜ ባለጸጋ የዳዕዋው በር ከፋች ታላቁ ሼክ የ50 ዓመት በፊት የዩኒቨርሲቲው የመዲና ዩኒቨርሲቲ ምሁር የሰለፊያው አባት ሼክ አብዱራህማን አደም። አላሁ አክበር። የሚኒሶታ ኢስላሚክ ዩኒቨርሲቲ ለዚህ ታላቅ ሰው የክብር ዶክተሬት በይፋ በመስጠት ላይ ይገኛል። ጉያ ሀዳ ጉያ ሴና ጉዳ ነመ ጉዳ ዩኒቨርሲቲ ጉዳ ከነራ አባን ኬነ ሼክ ኬነ ሼክ አብዱራህማን አደም ዩኒቨርሲቲ ሚኒሶታ እራ ከበጃን ዶክተሬቱማ አርገተኒ ጅሩ ሼክ አብዱራህማን አደም ወጋ ሸንተማ ዳዱራ መድረሳ ሰለፊያ ዳቡን ወጋ ሸንተማ ዳዱራ ጃሚያ ዩኒቨርሲቲ መዲና ራ ኤቢፈሙን ዳዕዋ ከራበኑን በርሲሱን ደርገጌሳፍ ሸመረን ከራ ዳዕዋ እስላማ ረት ይገዳቡን ቡርቃ አዱ ኡርጂ ባልራ አርገምት
urjii Oromoof taate hunduu sheeka ka jedhuun hunduu abbaa ka ta'eef hadha kabajaan dooktareetummaa isaanii yuunivarsiitii Minisootaa irraa argatanii jiru. Allahu akbar! መብሩክ አለ ሼክ። የሚቀጥለው ዘመናዊው ሐሳን ብን ሳቢትን በለው ታላቁ የስነ ግጥም የዳዕዋ ባለቤትን በለው የበጎ አድራጊ ምሳሌን በለው በአምስት ሰዎች ታጅበው ወደዚህ ይመጣሉ። አንደኛ ኡስታዝ ሙስጠፋ ሁሴን፣ ሁለተኛ በኡስታዝ ካሚል ሸምሱ፣ ሶስተኛ በኡስታዝ ቀመር ሁሴንና በኡስታዝ ከማል አልይ ታጅበው ወደዚህ የሚመጡት ታላቁ ሻዕራችን ኡስታዝ ራያ አባ መጫ። እነዚህ አጋጣሚ ሆነው የዛሬ ምርቋን መካከል እየተመረቁ ወይም እውቅና እያገኙ ያሉት የክብር ዶክተር ኡስታዝ ራያ አባ መጫ። ኡስታዝ ራያ አባ መጫ በረጅም ጊዜ ትግላቸው የዲንና የዳዕዋ መልእክት አድራሽነታቸው በድምፅ መረዋ ትግላቸው ተናግረዋል፣ ገጥመዋል፣ አስተላልፈዋል። ቀንና ሌሊት ድምፃቸውን ከገጠር እስከ ከተማ ከአድማስ ባሻገር ለሕዝበ ሙስሊሙ አድርሰዋል። ዛሬ ከሚኒሶታ ኢስላሚክ ዩኒቨርሲቲ የክብር ዶክተሬትን ኡስታዝ ራያ አባ መጫ አግኝተዋል። يتسلم السيد رايا أبا مجا وسام الشرف الدكتوراه الفخرية من العلماء والمشايخ في هذا الحفل البهيج، في حفل تخرج الدفعة الثانية للجامعة الإسلامية بمينيسوتا فرع إثيوبيا. الله أكبر! የክብር ዶክተር ራያ አባ መጫ ጓደኛና የዚህ ቡድን ጓደኛ የሆነው ኡስታዝ ሱፊያን ኡስማንም ወደዚህ እንዲመጡልን أستاذ سفيان فليتفضل مشكورا. እንዲሁም የፓርላማው አባል محمد العروسي السيد محمد العروسي النائب البرلماني في البرلمان الإثيوبي فليتفضل مشكورا. ما شاء الله. ይህ ታላቅ መድረክ በታላቅ ሰዎች ከመድረኩ በቀጥታ ሁለት ሰዎች የክብር ዶክተሬታቸውን ከሚኒሶታ ኢስላሚክ ዩኒቨርሲቲ ተቀብለዋል። ሁሉንም የክብር ዶክተር ለመስጣት ክብር ዶክተሬት ለመስጠት ወደዚህ የመጣችሁትን እንግዶች እናመሰግናለን። አኩማ አሰራ ነምኒ ሁንዱኑ ዱበቴ ጉያ ሀዳ አከ ኮሬ እንዴሲቱ ጉያ ገርቴ ኤባ ጃሚዓ ሚኒሶታ ዩኒቨርሲቲ ሚኒሶታቲን ወሪ ኤቢፈሜ ገንበቹ ኢሳኒ ከገርቴ ገራገሩማ ገመቹ ከናንዱራ ሁንዳን አደ ኢሰ ጎዱ ቶኮፋን ሼከ ኬና ሼካ ገርቴ መሻይኻ ሼህ አብዱራህማኒ ፊ አኩመ ሰን ራያ ጃለተማ ሁንደ ኢሳኒ ብረት ጃለተሙ ጉያ ሀዳ ጃሚዓንቱን ኢሳን ለማኒፉ ዶክተራ ከበጃ ኬኒቴ አከደ ገመዱ ኬናኒ ወረ ጃሚዓ ከናስ መቃኮሬ ከናቲን ገለቶማ ኡልፋዳ ጀዳኒ ኢስኒሌ በገ ገመደን ኢስኒን ጀዳ الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ثم الصلاة والسلام على النبي الأكرم نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه الأقوم. أما بعد، صاحب الفضيلة بروفيسور الوليد بن إدريس المنيسي رئيس جامعة الإسلامية بمينيسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية، أصحاب الفضيلة
صاحب الفضيلة الشيخ محمود حسين عبد الله رئيس جامعة الإسلامية بمينيسوتا فرع إثيوبيا. أصحاب الفضيلة رؤساء مجالس الأقاليم، أصحاب الفضيلة ضيوفنا الكرام والعلماء، أصحاب السماحة والمعالي والسعادة، السفراء وسلك الحكومة والسيدات والسادة، كل باسمه وبجميل وصفه. أصحاب الفضيلة أبناء الخريجين والخريجات وجميع الحضور، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية باسمي وباسم مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية إثيوبيا الفيدرالية، أهنئ الخريجين والخريجات في هذا اليوم المبارك بكل المراحل الأكاديمية، فأقول لكم هنيئا لكم جميعا وهنيئا لبلادنا لما نلتم من المراتب العالية والعلوم الراسخة، ليرجع ريحها ونفعها إلى شعبنا الغالية. أيها الحفل الكريم، إنه لمن دواعي سروري واعتزازي أن أقف بين أيديكم في هذا اليوم المبارك، يوم حصاد الجد والتعب، يوم قطف ثمار السهر والاجتهاد، يوم تتوج فيه مسيرة عامرة بالعلم والمعرفة والأخلاق القيمة النبيلة. لقد قضيتم في رحاب هذه الجامعة الإسلامية الغراء سنوات حافلة بالعطاء، حيث نهلتم فيها من معين العلم الشرعي وسائر التخصصات الأكاديمية، وتزودتم فيها بالمعرفة النافعة، وتخلقتم فيها بأخلاق الإسلام السمحة. لقد تعلمتم في هذه الجامعة أن العلم نور يضيء الدروب، وأن الأخلاق الحسنة زينة الرجال، وأن العمل الصالح هو سبيل النجاح والفلاح. أيها الخريجون والخريجات، إننا اليوم على أعتاب مرحلة جديدة في حياتنا، مرحلة تحمل في طياتها الكثير من الأعمال والتطلعات والتحديات والمسؤوليات، فإن أمتنا الإسلامية اليوم بأمس الحاجة إلى سواعدكم الفتية وعقولكم النيرة وقلوبكم المؤمنة، لتساهموا في بناء مجتمع قوي متماسك يسوده العدل والمساواة، وينعم بالرخاء والازدهار والأمن والسلام. كونوا خير سفراء لدينكم ووطنكم، تمسكوا بقيمكم ومبادئكم، واجعلوا العلم الذي تعلمتموه سبيلا لخدمة دينكم ووطنكم وأمتكم، حيث أن خريجي اليوم ليسوا خريجي عاديين، بل يتميزون بخلفياتهم العلمية وشخصياتهم البارزة. ولا تنسوا فضل جامعتكم وأساتذتكم، وكونوا على تواصل دائم معها ومع قيادتها، وهم الذين بذلوا الغالي والنفيس من أجلكم. أيها الحضور الكرام، فلا بد من أن نعيد النظر لحظة إلى الوراء. لماذا؟ لنفكر ماذا بلغ على أسلافنا من العلماء والدعاة والطلاب في خلال تجولهم لطلب هذا العلم العظيم.
سواء في داخل البلد وخارجها من الذل والإهانة ومن الاستهزاء والاضطهاد وتحمل الجوع والعطش ومؤونة العيش والإيواء ومشقة الحضور والسفر، وفارقوا الأهل والمال والوطن وصبروا على شدة مؤونة السفر. ومنهم من غرق في البحر، ومنهم من تجاوز بالقهر وتناوبت عليه الشمس والمطر مشيا على أقدام حاملين كتبهم على أكتافهم في البر والبحر، ونزلوا تحت المزاب والشجر، ورغم ذلك كله عادوا ورجعوا إلى أوطانهم وشعوبهم بنور العلوم بعد أن نالوا من أنواع العلوم حظهم الأوفر، وقاموا بنشر نور الإسلام وأزالوا الظلمات الجهل والشرك الأكبر. جزاهم الله عنا جميعا. وطهروا البلاد والعباد عن أدناس الشرك الأصغر، وبنوا المساجد والمدارس والمعاهد والكليات والجامعات فأثمرت. ومنها هذه الجامعات: جامعة مينيسوتا، فرع إثيوبيا، بلد الملك العادل أصحمة ابن أبجر، فجزى الله منهم السابقين وأسكنهم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وأخيرا أقدم شكري وعرفاني لجامعة الإسلامية بمينيسوتا والقائمين عليها، وعلى رأسهم فضيلة البروفيسور وليد بن إدريس المنيسي حفظه الله، حيث منح لبلد الهجرتين هذا البهجة والسرور. كما أشكر القائمين على هذه الجامعة الفرعية المباركة وكل من تعاون معهم ماديا ومعنويا، وأخص من بينهم سعادة الدكتور فايد محمد سعيد بكفالته تكلفة 10 طلاب باسم رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا. والشكر موصول لحكومتنا الإثيوبية، وأخص بالشكر رئيس الوزراء فخامة الدكتور أبي أحمد علي، وفقه الله لما فيه صلاح للعباد والبلاد. في الختام أسأل الله العلي الكريم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، ويحفظ بلادنا وبلاد المسلمين، ويسعف إخواننا في غزة وفلسطين، ويوحد كلمتنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. የተከበራችሁ ውድ ወንድሞቻችን፣ አባቶቻችን፣ እህቶቻችን እንዲሁም ከተለያዩ ሀገራት የመጣችሁ የውጭ ሀገራት እንግዶቻችን በሙሉ እዚህ የተገኛችሁ የተሳተፋችሁ አምባሳደሮችና እንግዶቻችን እንዲሁም የመንግስት ተወካዮቻችን በሙሉ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ዛሬ ይህንን ታሪካዊ አይነት ቀን ተአምር ስናስተናግድ ትንሽ ወደ ኋላ መለስ ብለን ስንመለከት በምን መንገድ እንዳለፍን የት እንደነበርን ቤት መንገድ እንደመጣን እንደ ምሳሌ ሼክ አብዱራህማን አደም ቅድም ምሳሌ ስማቸው ስነሳ በምን ታሪክ ይሄንን ዕልም ሊያመጡ እንደቻሉ በዚሁ አምሳያ ቢጤያቻቸው ጓደኞቻቸው ከሳቸው በፊት የነበሩና ዛሬም ያሉ ትላልቅ ዑለማዎቻችን በምን መንገድ እንዳሳለፉና ይሄንን ዲን ይዞ በዚህ እንዳደረሱ ምንም ስም ሳያገኙ ይሄንን ደረጃ ሳያገኙ ዲናችን በረሃብና በጭንቅ በእንግልት ያሳለፉት ዝናብና ፀሐይ ብርድና ሙቀት ሲፈራረቅባቸው የነበሩ
ታላላቅ ዑለማዎቻችን ቤት መንገድ እንደመጡና እዚህ እንደደረስን መርሳት የለብንም። ስለዚህ ዛሬ ከዛ ሁሉ አልፈን ተርፈን ለዚህ ደረጃ በቅተን ድሮ ውጭ አገር ስናየው ስንሰማ የነበረውን በሀገራችን በወንድሞቻችን በእነ ሼህ ማህሙድ ዶክተር ማህሙድ አብደላ ሁሴን የሚመሩና ባልደረቦቻቸው ትግል ዛሬ ይሄንን ተአምራዊ በሀገራችን መጥቶ በአካላችን ስናየው ምን እንደሚመስለን መገንዘብም ሆነ ተፈኩር ማድረግ ያዳግታል ብዬ አላስብም። ስለዚህ ለዚህ ያበቃችሁ ምሩቃኖቻችን ዛሬ እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን ደስ አለን። ለሀገራችንም ለዚህ እንኳን አበቃችሁ፣ እንኳን አበቃን እላለሁ። ይሄንን ተርቲብ ያደረጉት ይሄንን ተንዚም ያደረጉት የዚህ የተንዚም ኮሚቴ አባላት በኡስታዝ ሙስጠፋ ሁሴን የሚመሩ ኮሚቴዎች በዚህ ተርቲብ አሳምሮ ሲያበቁ ምስጋናውን የሚያገኙት ከኛ ብቻ ሳይሆን ከአላህም ስለሆነ ጀዛቸውን አላህ ይክፈላቸው እንላለን። ይህንን ስንል ዛሬ ምሩቃኖቻችን ሁሉ በያላችሁበት ለሀገራችን እንድትተጉ እንድትሰሩ ከድሮ የበለጠ ለየት ያለ ምሩቃኖች ዛሬ እዚህ ውስጥ እንደተካተቱ ሁሉ አይተናል። ትላልቅ ምሩቃኖች፣ ትላልቅ ምሁሮች፣ ትላልቅ ታዋቂዎች፣ ትላልቅ የሀገር ታዋቂዎች እና የሀገር መሪዎች፣ የፓርላማ አባላቶች እንዲሁም አስተማሪ የሆኑ ምሁራኖች፣ ዑለማዎች፣ ዱዓቶች እዚህ ውስጥ እንደተካተታችሁ አይተናልና ስለዚህ ዛሬ በጨመራችሁት ዕልም አላህ በረካ ይጨምርላችሁና ሀገራችን በበለጠ በሰላም በእድገት በአንድነት እንድትኻድሙ በዚህ አጋጣሚ አደራ ለማለት እወዳለሁ። በስተመጨረሻ ላይ ኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ብዙ ባይሰራልንም ይህንኑ እድል ያልነበረ ያልታሰበ በሀገራችን ነፃነት አግኝታችሁ በዚህ በተከበረው ለውጥ መንግስታችን በተወደደና በተከበረ ጠቅላይ ሚኒስትራችን መሪነት ለዚህ ያበቃንን አላህ እያመሰገናችሁ ለወደፊትም አላህ በሰፊ እንዲጨምርልን አደራ ለማለት እወዳለሁ። በስተመጨረሻ ላይ ደጋግሜ አደራ የሚላችሁ ነገር ቢኖር ሁላችንም ለሀገራችን ለራሳችን ሲባል የሰላም ዘብ እንድንሆንና ሰላም ላይ እንድንሰራ ሰላም ላይ እንድንተጋ በነፍስ ወከፋችን ከጸጥታ ኃላፊዎች ጋር ጎን ለጎን ሆነን ለሀገራችን ለሰላም እንድንተጋና እንድንሰራ በዚህ አጋጣሚ አደራ ለማለት እወዳለሁ። አመሰግናለሁ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። الشما ويا جولي عرا الشما ويا جولي عرا خنوتي جيساني اي بيتيسان عرا بقسنين جاي خالقني وامارا بقسنين جاي خالقني وامارا بقى بفمتن تنتين جوليني درقاقون كينيا في ديرا دوبرتيني يسينيف قمني قدانيس قمني تكانيس قمني ايبتيسان دفني درجة قرقودا يسينيف هويني درجة قرقودا يسينيف هويني درو اي باكبدن تمن قدوتينيا تنبوتي تينيا تنهوتي تينيا تنس دبالتام برنوني نيسكينيا تنس دبالتام برنوني نيسكينيا تولچه بباريچه على في ماناني برنو تباراتي بكا غغايوني خنوني اي بيفنا مرنوما مرناني ويوما قوياني غندوما غنداني اسبيدي اماتي نتوما فوفناني اماتي ركبنا غندا خاني اماتي ركبنا مرنا خاني